السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم روتين خفيف كده. اتمنى ان فيديو النهاردة يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت بالله عليكم ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا يومي بدأ من أول اليوم كده. قمت طبعا بدري زي ما انتوا عارفين انه اللي عارف قناتي يعني عارف ان انا بقوم بدري زي ما انتوا شايفين. كانت حوالي في الوقت ده الساعة 6:30 كده. حبيت برضه اوريكم يومي ماشي ازاي. والنهاردة ان شاء الله هعمل عيش وهعمل فطير. كان الجو بصراحة ساقعة فحبيت اعمل كده فطير، وقلت برضه هخبز شوية عيش. طبعا اول حاجه فتحتها كده البيبان والشبابيك، بصراحه كانت شقتي نظيفه وكل حاجه كانت نظيفه وكنت منضفاها من بالله. لان بصراحه انا بنضف شقتي من بالليل يعني. وطبعا البطاطين بتاعت بناتي مسكتها كده طلعتها في الشمس، كانت طبعا الشمس طالعه. مسكتها كده طلعتها في الشمس على منزل اخلص اللي ورايا، وبعد كده اطلع احطها يعني على السراير يعني، وافرشها كده على السراير عشان تدفي السراير. بس هنا خلاص طبعا نزلت بقى جبت دقيق بعد ما خلصت طبعا اللي ورايا تحت. جبت دقيق كده ونخلته زي ما انتوا شايفين كده، لازم ننخله عشان لو في اي حاجه تطلع في وانا بنخله في المنخل كده. طبعا العجين انا عملته ياما على القناه بتاعتي، اللي حابب يشوف العجين بالتفصيل يشوفه يعني على قناه. طبعا انا حطيت الملح وحطيت الخميره وحطيت سكر والميه دفتها شويه عشان طبعا الجو ساقعه. وبعد كده حطيت الدقيق وعجين زي ما انتوا شايفين كده. بفضل اعجن لحد ما معاك المجور او الحاجه اللي انت بتعجني فيها بتكون نظيفه كده ومظبوطه، والعجينه معاكي تبقى ناعمه كده وحلو. اهم حاجه لازم تعجني حلو عشان العيش يطلع معاكي جابب وحلو. طبعا هنا خلاص كنت سبته خمر بقى، وطبعا مسكته كده جرسته زي ما انتوا شايفين. طبعا انا والحاجه الكبيره ستي، ربنا يديها الصحه يا رب. بس همسكه هنا بقى اقطعه كده صغير بعد ما خمر، وهغطيه برضو ارتاح شوية على ما اجهز المكن واجهز الحاجة بتاعته يكون ارتاح اخبز على طول. وهنا انا حبيت احط لكم الفيديو مترتب يعني عشان ما تتوهوش مني ولا كده في الفيديو. طبعا انا عجنت العيش وكرسته وقمت عجنه العجينه بتاعه الفطير اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. طبعا انا حبيت اظبط لكم الفيديو عشان خاطر ما تتوهوش معايا في الفيديو وتبقى كل حاجه ماشيه بالترتيب كده. طبعا هنا العيش زي ما وريت لكم انا بحب اطلعه ابيض كده، لان انا بعبيه في اكياس وبشيله في الفريزر. ما بطلعش منه ناشف خالص، انا بحب احطه في الفريزر كده واطلع منه للاكل، بيطلع بقى طري خالص وبيبقى حلو معاكي للاكل. بس هنا همسك بقى العجين بتاع الفطير. طبعا العجين بتاع الفطير ما فيهوش اي حاجه غير شويه الميه وشويه الملح. ما فيش اكتر من كده. لو عايزه تحط شويه من البيكنج باودر براحتك. هنا خلاص برضو خلصت العجينه دي ومسكتها لتت حلو، وهمسك بقى اقطع العجين. انا بعمله كبير زي ما انتوا شايفين كده. انا هعمل حته العجينه اللي انتوا شايفينها دي قدامكم، هعملها على 4 زي ما انتوا شايفين. اول واحده كده طبعا انا عندي الطبليه كبيره فبفرد فيها براحتي خالص، وبتحكم يعني في الفردان بتاعها ولازم لو انت عندك مثلا الطبليه بتاعتك صغيره فانت تصغر، انت بتعملي على حسب الحاجه اللي عندك. لو بتعملي على الرخامه فبرضه صغر، انما انا عندي الطبليه كبيره هشد براحتي وهفرد براحتي ومش هخلي الحروف تخينه ولا حاجه. زي ما انتوا شايفين الطبليه كبيره خالص فهتحكم يعني في الفرد براحتي خالص. واكبر كده الفطيره انا عايزاها كبيره. لو انت بقى عندك الطبليه صغيره وما عندكش طبليه وبتعملي على الرخامه فانت تصغري التجرسه شويه. بس هنا خلاص همسك بقى افره كده بالسريع. لازم اهم حاجه تكبر الرقاقه كده الفطيره معاكي وتخليها كبيره خالص زي ما انتوا شايفين، واهم حاجه تتك على الحروف. بعد كده بتمسكيها بقى تريحيها وتشد الحروف التخينه، وبعد كده بتدهنيها بقى بالسمن. طبعا انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو وعملت برضو الفطر معاكم على قناتي. انا بحب بس احط لكم مقتطفات كده من يوم. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا احنا بنحب الوش ناشف كده واحمر. حابه اشكر حبايب قلبي اللي بيحبوني، وانا بحبكم في الله والله. ما نحرمش منكم ابدا ولا من الكومنتات بتاعتكم الحلوه.
كل اللي بيخش قناته وبيعمل لي تعليق حلو بشكركم، وشكرا لكم ولوجودكم معايا، مشرفين ومنورين، ووجودكم طبعا على راسي من فوق. بس كده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.